السلام عليكم. أنا محمود، والنهاردة هنتكلم على الجملة الشهيرة مال جارون. تمام. جارون ده يا سيدي الفاضل كان عايش في عصر فرعون، متجبر تجبر كبير بالغنى والثراء واللي هو فيه، لأنه كان ثري لدرجة إن كان بيصنع كل حاجة من ذهب. حتى الكوبايات اللي بيشرب فيها كان بيشرب في كوبايات ذهب. مفاتيحه كانت كان عدد كبير من الناس بيشيل المفاتيح بتاعته، وكان بيطلع يمشي في الشارع من شدة تكبره على الناس بالثراء دي كلهاته بالذهب ده كله. يبدأ ان هو يمشي بيه في الشارع قدام الناس عشان يوري الناس ان هو راجل غني قوي يعني. وكان من شدة جبروته لما كان حد يروح له يطلب منه حاجة لله، كان يقول لا ربنا ما رزقنيش شيء، وكان دايما ينسب الفضل لنفسه، انا اللي عملت ده وبذكائي كمان. وكان دايما يتكلم بصفة منفردة، بيتكلم عن نفسه بس، عن كينونته يعني. راجل غني، وكان معاه فلوس كبيرة جدا، وكان بيمشي اي حد يطلب منه حاجة، فكان اي حد بيطلب منه حاجة كان يزقه برجله كده، لانه كان متكبر وغرور. ان الله عز وجل نعم عليه بنعمة المال، لكن قارون طغى بهذا المال وفسد في الارض وتكبر على قومه وعلى عليهم، حتى انه كان يخرج بزينته ليكسر قلوب الفقراء. حتى هو استخدم نعمة المال اللي هو يتجبر فيها ويشرد الفساد في الارض. مش استخدامه استخدام عادل او استخدام صالح. لا، احنا الدين علمنا ان احنا نستخدم المال في استخدامات العادلة والاستخدام الصالح، ان احنا نتصدق بيها، نطلع شيء لله. لكن هو كان متجبر في الارض، ومش كان من الناس اللي هي يعني ده ثقافة ان هي تطلع اصلا حاجة لله. انت دلوقتي عرفت الجملة الشهيرة، هو انت يا عم معاك مال جارون؟ هي جاية من هنا، جاية من جارون اصلا اللي هو كان في عهد فرعون. عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول.